السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلتنا اللي بدأناها مع بعضينا، وهي سلسلة قصة وعبرة، والنهاردة الحلقة رقم 8 من سلسلتنا الموجودة هنا على القناة، فتابعوا معانا. وعنوان حلقتنا النهاردة هي العالم والمحامي والفيزيائي. يحكى أن هناك 3 أشخاص حكم عليهم بالإعدام، وهم عالم دين ومحامي وفيزيائي. وعند لحظة الإعدام تقدم عالم الدين فسألوه: هل هناك كلمة أخيرة تود قولها؟ فقال: الله الله هو من سينقذني. وعند ذلك أنزلوا المقصلة، وعندما وصلت إلى رأسه توقفت فتعجبوا وقالوا: أطلقوا سراحه فقد قال الله كلمته. وجاء المحامي وقالوا له: هل هناك كلمة تود قولها؟ فقال: العدالة هي من ستنقذني. ونزلت المقصلة، وعندما وصلت لرأسه توقفت فتعجبوا فقالوا: أطلقوا سراحه فقد قالت العدالة كلمتها. وأخيرا جاء دور الفيزيائي وقالوا له أيضا: هل هناك كلمة تود قولها؟ فقال: أنا أعرف أن هناك عقدة في حبل المقصلة تمنع نزولها. فذهبوا وأصلحوا العقدة وأنزلوا المقصلة على رأسه فقطعت رأسه. فمن الذكاء أن تكون غبيا في بعض المواقف. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. استنونا بقى في حلقاتنا الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير في فيديوهاتنا الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.